هلو يا فنانين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو شوية كبير، بس أنا عايزاكم تعرفوا معايا خطوات نرسم بيها النسب التشريحية الجمالية لرسم البورتريه من النظرة الأمامية. يعني أنا برسم بورتريه حد باصصلي بشكل مباشر، وهنفترض ان احنا هنرسم الشكل البورتريه ده شكل بيضاوي. حاولوا تاخدوا الخطوات معايا حتى لو انا بالشرح او بالكلام وديتكم الفكرة تانية. اوكي كده، بس حاولوا تاخدوا خطوات مع الفيديو زي ما احنا شغالين عادي جدا. زي ما انتوا شايفين كده، انا عملت خط رأسي قسمت بيه الصفحة بتاعتي لنصين تقريبا متطابقين. الهدف من الخط ده اني هرسم عليه البورتريه بتاعي، فحددت مسافة للبورتريه بتاعي للوش بتاعي من اول منبت الشعر فوق الجبهة لحد الدقن. المسافة دي أنا هبدأ أقسمها على 3 أتلات، تلت وتلت وتلت. في طريقة لومس بيكون التلتين الأولانيين فوق في جوه دايرة، يعني برسم دايرة، بقسم الدايرة لنصين متطابقين وبعمل نفس نص منهم، باخد نص منهم اخرج بيه بره الدايرة، يبقى كده عندي 3 أتلات. أنا استخدمت الطريقة دي، أنا بشوفها سهلة، أسهل من إني أرسم دايرة. الدايرة بتساعدني إن أنا أشتغل على الجنبين بتوع الوجه، بس اتس اوكي يعني عادي. في ناس بتستخدم، كل حد بيستخدم الطريقة المناسبة ليه. هنحاول ان احنا نشوف طريقة لومس في فيديو تاني. المهم، اول خط في بيقسم المسافة دي هو خط الحواجب، تحت منه على طول بيكون خط العيون. يعني بمعنى اصح، بعد خط الحاجب لخط اللي بعديه انا هقسمه على 3 اتلات. تلت، اول تلت هيبقى الخط بتاع العيون بتاعتي، والخط اللي بتاع الحواجب ده هبدأ من عليه الحواجب. مش لازم الحواجب تكون واخدة خط ستريت، انتوا اكيد متفاهمين دي وعارفين ان ده الحقيقي، ان الحواجب متاخدش خط مستقيم. تاني حاجة، الخط بتاع الانف، بعد منه بسيب مسافة وببدأ خط الشفايف. اوكي كده، فبعد ما بخلص ده بشتغل على خط الشفايف. خلاص انا كده حددت تقريبا مكان كل جزء من الملامح بتاعتي. هبدأ أشوف هشتغل ازاي كل واحد فيهم، وازاي بحط العيون بالنسبة لبعضها، بالنسبة للحواجب، بالنسبة للأنف والشفايف، وهكذا. تمام تمام. انا ما بحبش عادة ان انا اعمل اوت لاين للبورتريه او احدد الخدود والعظم بتاع الجمجمة من الجناب. وهنا انا هبدأ اشتغل على العظم بتاع الدماغ عندي. العظمة دي أحيانا بتكون أعرض عظمة، اللي هي فوق الخدود على طول بعد تجويف العين، تحت تجويف العين من اليمين واليسار. وكمان ممكن تبقى فوق من عندها لحد الجمجمة أو الجبهة من فوق تكون أعرض، وممكن تبدأ تنحف تاني الدماغ بتاعتي. بس احنا هنشتغل كأننا ايه، عندنا البيزكس اللي هي النسب الأساسية الجمالية بتاعت البورتريه، هو ده اللي هنشتغل عليه النهاردة. هنسيب مسافة من يمين، مسافة من يسار، لأن طبعا العين مش هي آخر حاجة بشوفها من البورتريه. وبعدها بشوف الشعر، لا أنا بيبقى لسه في مسافة عندي، فهسيب المسافة دي يمين ويسار، والمسافة في النص دي حسب البورتريه طبعا الريفرنس اللي انا بشتغل عليه هقسمها على 3 اجزاء. ال3 اجزاء دول كانهم 3 عيون جنب بعض، كل واحده فيهم قد التانية على قد ما اقدر. بصوا، عايزين ترسموا بالمسطره، عايزين تاخدوا المقاسات دي بعينيكوا، يعني عيشوها زي ما انتوا عايزين تعيشوها. المهم ان هي دي الطريقه اللي انا هشتغل بيها على العيون بتاعتي. فوق بقى العين اللي في النص هبدأ اعمل زي السبعة اللي انتوا شايفينها كده، ومنها هبدأ اشتغل على شكل الحاجب بتاعي، وده طبعا يرجع للبورتريه اللي انا اصلا بشتغل عليه. تمام كده يا جماعة، انا اكتشفت انا بقول لكم كمية تمام كده، الله يكون في عونكم بقى. المهم مش هنطول كتير على النقطة دي. خلاص، زي ما اتفقنا الخط اللي احنا بنرسم عليه الحاجب بنطلع عنه لفوق، بننزل عنه لتحت whatever، بس هو ده الخط اللي انا هشتغل عليه الحواجب بتاعتي. وطبعا حسب اللقطة اللي انا واخداها للبورتريه او الريفرنس بتاعي. هنزل لكم كمان فيديو تاني هيكون فيه تفاصيل اكتر عن البورتريه، بس مش بشكل رسم بس. يعني هنحاول ان احنا نماكس، لان انا كنت ضفته للبورتريه ده او للفيديو ده
كنا هناخد وقت طويل قوي عشان نشرح كل اللي احنا عايزينه، لان كنا هنرجع للاناتومي او للهيكل العظمي، للجمجمة، العضلي، الجلد، الحاجات دي كلها، وكمان الدهون عشان نذاكر عليها ازاي نرسم البورتريه. بس الشرح ده هنخليه في يوم تاني، لان هو هيكون كمان شغل على الايباد نفسه، يعني هنرسم على الجمجمة نفسها التفاصيل دي. بس عشان الفيديو ده ما يكونش اطول من كده، ياخد وقت طويل زيادة يعني. فدلوقتي هبدأ اشتغل على الخط اللي فوق والخط اللي تحت، يعني الخط فوق الجفن فوق والجفن اللي تحت، على الخط اللي في النص بيقسم العين لنصين تقريبا. بس هو ده يعني انا عاملاه مش عشان اقسم العين نصين، على قد ما انا عاملاه عشان احدد على اساسه وسع العين او المسافه بين الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت، الجفن اللي هو المتحرك والجفن الثابت بتاع العين. هو مش ثابت قوي يعني، بس احنا هنقول ان هو ثابت لان هو فعلا بالنسبه للجفن اللي فوق ما بيتحركش كتير. وهبدأ دلوقتي ارسم العين بتاعتي. لو لاحظتوا هتلاقوا ان رفعت زاوية العين فوق الخط بتاع العين اللي انا عملت عليه العيون الاتنين. رفعت زاوية العين، نهاية العين من اليمين ومن الشمال، رفعت العين لفوق شوية. في بعض الاحيان ده بيحصل حسب ال ال البورتري. يعني مثلا في بورتري بيكون شباب فعضلات الوش قوية حية، ممكن يكون برضو شباب بس عضلات الوش مرتخية شوية، فبتكون الحواجب والعين نازلين لتحت. الفم كمان بتكون عضلاته نازلة لتحت شوية من الأطراف، خاصة الخدود جنب الدقن بتكون نازلة شوية لتحت. فعشان كده في ناس كتير بتعمل فيس مساج ان هما او فتنس، ان هما يسحبوا عضلات الوش تتشد لفوق اكتر. ف دي فكرة مهمة قوي ان انتوا تركزوا فيها. ليه؟ لان هي كمان بتساعدني اني ابرز المرحلة العمرية للبورتريه او للشخص اللي انا برسمه. من ضمن الحاجات اللي بتخليني احس قوي بالشخصية او احس قوي بالملامح والبورتريه بتاعي. بتساعدني كمان اني اظهر تعبيرات البورتريه، بيضحك، زعلان، متأثر، يعني حاسس بحاجة مختلفة عن شعوري. انا بحس من طريقة خطوط وشه ومن تعبيراته ومن تجاعيد وشه رايح على فين. زي ما احنا عارفين يعني هو حوار تجميلي شوية، بس الناس اللي بتعمل بوتوكس وفيلر والحاجات دي بيكون عضلات اتشدت، بيكون اتحقن تحت الجلد حاجات ما تخليش فيه خطوط تعبيرية للوش، فما بنقدرش بسهولة نحس هما بيعيطوا، هما زعلانين، الرياكشن اللي حاصل عليهم ما بيبقاش واضح على ملامحهم. فده مش بيساعدني كتير اني افهم الشخصية او البورتريه اللي قدامي او الشخص قدامي حاسس بايه. لكن لما برسم مرحلة عمرية معينة بحاول احافظ على اتجاهات الخطوط بتاعتي، اي حاصلة فعلا في البورتريه ولا لأ، اي ملامح الشخص بتاعي، شعوره، الحاجات دي كلها ظاهر عليه ولا لأ. فده بيساعدني كتير. مكان الأنف وحجمها بالنسبة للعيون، طبعا الأنف مش ده رفعها، ده بس مكان أو الخطين اللي بالطول دول مكان المنطقة البارزة بتاعة الأنف، تمام كده. لكن الأنف عرضها بيكون من بداية مدمع عين اليمين لبداية مدمع العين الشمال، ده عرض الأنف بتاعتي. ممكن تتخن عن كده، ممكن تقل عن كده. العيون كمان ممكن حجمها يصغر عن كده ويكون في مسافة أكبر بين العينتين، ده ممكن يحصل. بس احنا اتفقنا في أول الفيديو إن احنا بنرسم النسب الجمالية لرسم البورتريه. يعني بمعنى أصح احنا هنرسم شخصية وسيمة، شخصية كل جزء من الملامح بتاعتها في مكانه المظبوط. ممكن الأنف تكبر، ممكن تكبر وتختلف حسب، بس ده اللي أنا بشتغل عليه. خلينا نقول دي ستاندرز مثلا هنشتغل عليها، وبعد كده أقدر أغيرها حسب البورتريه اللي أنا بشتغل منه أو الريفرنس بتاعي، تمام.
ممكن اصغر حجم الانف عن كده، او ممكن اتدربوا على اكتر من شكل للبورتريه وحاولوا تنفذوا عليه الخطوات دي. هيساعدكم كتير قوي ان انتوا تحققوا ده بشكل كويس ومرتب. بس اهم حاجة ذاكروا الستبس، يعني خدوا الستبس معايا بعد كده نفذوها على بورتريهات تانية. في مسافة بين الأنف وبداية الشفايف، اللي هي الجزء اللي هو المستشفى اللي هو الشارب ده عند الراجل، أو منطقة الشارب عند الست. وعرض الشفايف بيكون من بداية نن العين اليمين لبداية نن العين الشمال من جوه، تمام زي ما انتوا شايفين كده خطوطها حصلت ازاي. طيب هل دي ثوابت؟ لأ، مش ثابتة على كل البورتريات. زي ما كل مرة هقول لكم احنا بنرسم العين والأنف والشفايف كل الحاجات دي، هثبت عندكم فكرة ان دي مش ثوابت ومش حاجة هنقولها خلاص هي دي اللي هشتغل بيها بقية الوقت. في الفيديو التاني اللي هنشرح فيه، بصوا اعتبروا الفيديوهين دول ورشة مهمة جدا للبورتريه، تمام. في الفيديو التاني اللي هنشرح فيه البورتريه احنا هنحاول يعني هحاول انا افهم لكم كل جزء من الملامح ككتلة على بعضها عاملة ازاي، بنذاكرها على انها ايه اصلا، وبعد كده نطلع من تشريحها ده لعناصر تانية، نجمع بقى الملامح دي والعناصر دي ونعمل البورتريه. دلوقتي احنا هنشتغل على الفك السفلي. الفك السفلي اللي هو عظمته بتكون تحت الودان، يوصل معايا لحد الدقن من قدام ويرجع تاني لعظمة الودان من ناحية الشمال، تمام. فانا بشوف انا ظاهر لي قد ايه في البورتريه بتاعي من ظاهر قد ايه في البورتريه بتاعي من اليمين والشمال في النظرة اللي انا شايفاها على البورتريه، يعني توتال الخدود بمعنى صح سمكها قد ايه من الجزء ده، وببدأ اشتغل عليها. بحدد العرض بتاع الفك من هنا على الخط بتاع الشفايف من تحت، اللي هو الجزء بتاع الاسنان من تحت اللي هو اوريدي برضو الفك السفلي. حلو كده. فببدأ اشتغل كده، حاولوا تخلوها شوية هندسية وبعدين تبدأوا تخلوها تاخد انحناءات او كيرفز كده ونعومة بشكل ناعم عادي زي البورتريه عادي جدا، تمام. وكده انا خدت مسافة كمان جنب العيون اليمين والشمال، وببدأ ان انا اوصلهم كلهم ببعض. الجبهة بقى او بقية الدماغ من فوق ممكن تكون مستطيلة زي ما انتم شايفين كده، وممكن تكون بيضاوية، ممكن تكون واخدة شكل قلب، بس اللي بيحدد الشكل بتاعها الشعر، منبت الشعر فوق الجبهة هو ده اللي بيحدد هي شكلها عامل ازاي بالظبط، تمام كده. بس احنا طبعا هنرجع للريفرنس برضو اللي احنا بنشتغل منه.
ساعات بحب وانا شغالة كده يعني اروح بايدي وعيني لحتة تانية وبعد كده ارجع لنفس المكان اللي كنت بشتغل فيه. الحركة دي كتير بتساعدني ان انا اشوف يعني الاحظ لو في اخطاء في المكان، او الاحظ كمان يعني يعني ايدي بتروح لحتة تانية ليها تكنيك مختلف في الرسم او اتجاه مختلف. تاني حاجة لما برجع ابص على الجزء اللي انا كنت شغالة فيه بلاحظ هو حصل فيه خطأ او في حاجة مش مظبوطة في النسب بتاعته او لأ. وطبعا لما بكون عيني برضو شغالة على الريفرنس اللي انا بشتغل منه وارجع اشتغل على الرسمة بتاعتي تاني في نفس الوقت. فانا دلوقتي اشتغلت على الرقبة وعلى الفتحة بتاعة التيشيرت او البلوزة اللي البنت لابساها. اهم يعني ههمل جدا الجزء ده لانه مش هو ده هدفي، انا هدفي هو البورتريه نفسه. فههمل الجزء بتاع الرقبة بقى وعضمات الترقوة والبلوزة وفتحتها وشكلها ايه ولونها والكلام ده كله. مش هو ده اللي عايزة افوكس عليه، انا الفوكس كله عندي دلوقتي على البورتريه نفسه. دلوقتي هبدأ في الشعر عشان احدد اتجاه او احدد كاني هعمل اوت لاين كده للبورتريه او للدماغ بتاعتي من فوق. اللي هيحدد ده معايا هو الشعر زي ما اتفقنا من شوية. وهبدأ كمان وانا برسم الشعر عشان اشوف خارج منين، في خصلات نازلة من قدام، في حاجة جاية من ورا. لازم اشوف اللي قدام وورا ده هيبقى قدام الاذن وورا الاذن، فلازم برضو اعرف مكان الاذن بتاعتي فين. الاذن بتاعتي بتكون من خط العيون لخط الانف. طبعا في بورتريه نظرة أمامية ما بتكونش الأذن كاملة، فما بقدرش أشوف التجويفات بتاعتها من جوه التجويفة بتاعتها ورسمتها من جوه عاملة ازاي. يعني بشوف بس حاجات بسيطة قوي من الجنب كده، وممكن أطراف الأذن لو في حلق أو حاجة البنت لابساها أو كده وخلاص. مش بيبقى عندي تفاصيل كتير لجوه الأذن نفسها. الأذن بتبان امتى؟ لما يكون بروفيل أو الصورة من جنب الوجه. تمام. زي ما انا بشتغل كده بالظبط، شعر البنت فوق الاذن من قدام يعني مغطي على اطراف الاذن. عارفين ان لما شعرها بس مغطي على طرف الاذن من فوق من اليمين ومن شمال، فده معناه ان هنا هيكون في خصل اللي نازله من جنب الاذن دي على الخد، وفي كمان شعر بقى لافف لورا. هي اوريدي لما شعرها، فاحنا مش هنديله تفاصيل كتير ومش هنعمله دراسه. احنا كده كده متفقين ان البورتريه النهارده عشان نذاكر النسب تشريحيه للبورتريه، مش عشان نذاكر حاجه واقعيه ولا عشان نعرف ازاي بنرسم الشعر اصلا. فده سكتش سريع للشعر، سكتش سريع للملابس، كروكي يعني ما فيهوش تفاصيل. اديت بقى للشعر التجميعات بتاعته دي عشان ألمه لفوق من غير ما اكون شايفة هي عاملاه مثلا ديل حصان، عاملاه ربطاه ربطة مختلفة whatever، يعني انا مش شايفاه. انا دلوقتي مركزة على ملامح اكتر حاجة، فده اللي انا هفوكس عليه زي ما كنا متفقين في اول الفيديو. فدلوقتي هبدأ اشتغل على العيون. حاول بقى حتى لو بتعمل سكتش سريع وبتتدرب، ادي للخطوة دي درجة قلم مختلفة شوية، درجة أغمق، عشان تحس بعمق التظليل واختلافه عن السكتش نفسه او الخطوط التخطيطية اللي انت عملت بيها دراسة للبورتريه اساسا. يعني نعتبر ده كده سكتش مدروس، ونديه بقى للخطوات بتاعة التظليل درجة أغمق شوية ودرجة أفتح كمان. امتى هستخدم الأفتح هنعرف دلوقتي، بس خلينا دلوقتي في الأغمق. وانا عادة بحب مثلا استخدم 7 بي واقعد اشتغل بيها الغامق والفاتح، بس ده لو انت مبتدئ ولسه بتتعلم، الافضل ان انت تستخدم درجتين 3 مختلفين يعني تنوع. يعني مثلا H 2B 6B مثلا، يعني يكون في مسافات كده بين الدرجات من الغامق والفاتح بتاعتها، وبشرح لكم ازاي اصلا الدرجات دي يعني بتحصل فيها غامق وفاتح بعدين.
هبدأ بقى اشتغل على نن العين وانسان العين اللي هو الدايرة السوداء اللي بتكون جوه النن العين دي، وهبدأ ان انا اديها شوية تفاصيل مع خط يعني تانية الجفن اللي فوق العين والحاجات دي كلها. كده كده احنا اشتغلناها كتير قوي في العيون ورسمناها كتير ديجيتال وكان رصاص وفحم وكل حاجة، يعني في قوائم مليانة جوه القناة، فادخلوا واتفرجوا ده لو انتوا عايزين عنصر من العناصر دي او جزء واحد من الملامح. احنا دلوقتي زي ما قلنا بنشتغل على توتالي البورتريه، نحاول نعمل علاقة بين العيون وبعضها. العين دي متفقة من العين التانية، نسبتها بالنسبة للعين التانية قد ايه؟ احنا عندنا 3 عيون على خط العين جنب بعض، المسافة العين التالتة اللي في النص هي المسافة بين العين دي والعين دي، مجمع العين دي ومجمع العين دي. وهبدأ ادي شوية تظليلات بسيطة. هستخدم التظليل هنا طريقة الهاتشن والكروس هاتشن. الهاتشن كنا اشتغلناها قبل كده، ارجعوا برضو للفيديوز بتاعتها طرق التظليل ازاي بستخدمها والحاجات دي، وبرضو هتشوفوها دلوقتي. بس الاحسن انتوا تبقوا عارفين اكتر من طريقة للتظليل عشان تختاروا لكل حاجة انتوا بترسموها طريقة التظليل المناسبة ليها، او بمعنى صح طريقة التظليل اللي تعبر عن شعوركم ناحية العنصر اللي انتوا بترسموه. تظليلة بسيطة قوي من فوق غامق لتحت تفتحها، لان في الجفن العلوي عامل ظل على نن العين من جوه، وعامل ظل على العين كورة العين كتوتال، يعني حتى البياض هديله غامق من فوق وهفتحه لتحت شوية. تعالوا بقى نشتغل على الحاجب ونشوف تفاصيله اكتر. طبعا برضو هشتغل بطريقة الهاتشن والكروس هاتشن، بس عشان اوضح كمان اتجاه الشعرات بتاعته بشكل لذيذ كده وخفيف، مش هعمل تفاصيل كتير واقعية. اتجاهات الشعر زي ما كنا شارحين الحواجب لوحدها ارجعوا لها، وممكن تيجوا تشتغلوا على ده على طول او تعملوا يعني تبطئوا الفيديو وتشتغلوا معايا نفس الخطوات. شوية بقى تفاصيل على الأنف كمان. بصوا يا جماعة، الأنف هي مكان بارز، لكن أساسا العظمة موجودة في بدايتها من فوق من عند بين العيون، بعد كده دي عبارة عن مش عارفة هي يسموها ايه، يعني غضروف اتنك غضروف. والغضروف ده اللي واخد انحناء بيبدأ منحدر وبعد كده يعلى زي الجبل ويبدأ ينزل تاني. ارتفاعه من هنا وبروزه من فوق ونزوله تاني اتجاه اليمين او من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، ده بيخليه ياخد اضاءات مختلفة، بيخليه كمان يحجب الضوء لو الضوء جاي من الجنب على البورتريه. يحجب الضوء ازاي؟ ببروز الانف ممكن يحجب الضوء على الاتجاه اللي جاي في عكس اتجاه الضوء، يعني الضوء مثلا جاي من اليمين هيبقى الانف هيحجب الضوء على اتجاه الشمال. زي مثلا ما بنرسم الكورة والاشكال اللي كنا بنرسمها بالستيل لايف، نفس الفكرة بالظبط. حجب العنصر ده حجب الضوء على الارض اللي جنبه، الارض هنا هي الخدود بتاعه البورتريه. تمام. طيب الشفايف بقى مختلفه اكتر كمان عن الانف. ليه الشفايف مختلفه يا اسراء؟ لان الشفايف اساسا ما فيهاش عظم، هي عباره عن عضل، والعضلات بتاعتها ملهاش اوتلاين، يعني ملهاش تحديد غامق. فانا اصلا مش هشتغل خطوط غامقه احدد بيها الشفايف غير في حالات مختلفه ان الشفايف دي غامقه والبشره قوي فاتحه، وده بيحصل مثلا
في حاجات كده ما علينا. مهم بيحصل كمان لو في روج مثلا، في روج غامق، البنت حاطه روج غامق وواخد درجة مختلفة خالص عن بشرتها، بس الشفايف هي عبارة عن جلد، الجلد ده واخد نسيج مختلف ودرجة لون مختلفة عن درجة لون البشرة. اتفقنا؟ مهم قوي كمان الاحظ اتجاه الضوء على البورتريه بتاعي، لانه هيأثر على كل عنصر من العناصر، وممكن جدا يأثر على بقية العناصر جنب اي عنصر. زي ما قلنا كده في الانف، الضوء لو جه من اتجاه معين الانف هتحجبه على مكان تاني، الشفايف هتحجب برضو لان ليها بروز، الوجنتين، العظمة بتاعت الوجنتين، الرقبة، بصوا الوش عامل اتجاه ظل على الرقبة بتاعتي، وده حسب اتجاه الضوء. زي ما كنا بنشتغل في الستيل لايف بالظبط هنشتغل في البورتريه، بس انا هنا معايا دراسة تشريحية اكتر واعمق للبورتريه، لان يعني مثلا اما اجي ارسم تفاحة هحولها لشكل هندسي، فهبسط على نفسي رسمها هتبقى ابسط. لكن هنا العنصر الواحد، الانف لوحدها ممكن تتبسط لاكتر من شكل هندسي، مساحات كتير جنب بعض لحد ما بوصل لكتلة الانف عشان اقدر اعمل لها نحت. فاهمين عليا؟ وزي ما احنا متعودين بنعمل خطة كده للظل والنور، ونقسم مساحات الظل لوحدها ومساحات الإضاءة لوحدها والهايلايتس والحاجات دي كلها. ليه بعمل كده؟ عشان وانا شغالة مسرحش في التصميم، وخصوصا لو بظلل واقعي ضروري جدا عيني تكون على الريفرنس بتاعي، ان انا اكون عاملة بلان للظل والنور، لان احيانا من كتر ما احنا مندمجين بنسرح، يا نغمق زيادة في أماكن المفروض تكون أصلا أفتح من كده، يا إما بنتوه خالص عن الإضاءة ونسرح بضمير، يعني ندخل على مكان الإضاءة كتير قوي. فده مش صح، وضروري جدا ان انا افوكس قوي على الريفرنس بتاعي واعمل بلان لنفسي. حتى اول ما اوصل الخط ده هتلاقيني عملت بوز كده، اللي هو وقفت وارجع فعلا الريفرنس بتاعي لو انا سرحت. فهمت قصدي؟ فضروري ان انا اعمل خطة. الهاتشن والكروس هاتشن بحب استخدم فيها القلم السنون العادي. انا استخدم قلم سنون 0.9 و 0.7، يعني استخدم مقاسين او مقاس واحد، يعني عيشوا حياتكم، المهم انتوا تشتغلوا. انا بحب الهاتشن والكروس هاتشن كده لان هي انا بحب عموما بالاقلام عادي، بس انا عايزاها دلوقتي تكون الخطوط واضحه وما اضطرش ان انا يعني ما تندمجش مع بعضها، انا عايزه اشتغل التظليله بسرعه قوي. لو انتوا اول مره بقى بتشوفوا القناه بتاعتي، فدي طريقه الهاتشن والكروس هاتشن، هي عباره عن خطوط موازيه لبعض. الهاتشن خطوط موازيه لبعض في نفس الاتجاه، الكروس هاتشن من اسمها كده بتكون كروس يعني عكس الاتجاه، او خطوط مائله على خطوط قائمه، وهكذا بيمشوا برضو جنب بعض وفوق بعض، بيعملوا طبقات. الطبقات دي بتخلي عندي ظل اكتر، يعني كل ما اعمل طبقات او اتجاهات مختلفة للخطوط بتاعت الهاتشن والكروس هاتشن بتخلي عندي غامق اكتر. طبعا هنا انا استخدمت ال 8 0.9 مقاس تخين شوية في القلم، بلس ان انا حاطة فيه سنون يعني درجة 3B، فكانت غامقة زيادة، فهخففها كده بأستيكة الفحم، وهرجع ان انا اشتغل عليها تاني خفيف. زي ما كنا عارفين في الهاتشن والكروس هاتشن، لما بقرب الخطوط من بعض بتديني درجات اغمق وبتعمل ظل غامق، ولما ببعدها عن بعضها بتبدأ ان هي تفتح وتديني اضاءة اكتر.
بس في نفس الوقت بتحسسني ان في هنا مكان او في هنا لون في المكان ده. الهاتشن بتاعت الشفايف اخدت شكل الاقواس عشان تحسسني ببروز الشفايف بالفاليوم، البروز بتاع الشفايف بتاعتي، فاحس بيها واضحة كده وتديني اضاءة، يعني تديني تجسيمة كويسة، وكمان تحسسني بالاضاءة، يعني بقللها في الاماكن فيها اضاءة. والشفايف اللي تحت عادة لو الاضاءة من فوق، ودي عادة اي مكان ان الاضاءة بتكون من السقف او من السماء، اي فالشفايف اللي تحت بتكون واخدة اضاءة عن الشفايف اللي فوق. لكن هنا عندي الإضاءة من اتجاه اليمين، يمين البورتريه، يميني أنا. معلش الفوكس هنا خذلني شوية، بس كمان هشتغل بطريقة الهاتشن كروس هاتشن، وادي هنا تغامق كده للشعر، واطلع لفوق على فواتح عشان اديله ياخد الإضاءة تاني. إيه زي ما كنا متفقين عادي جدا، احنا قلنا ان احنا هنبسط، وده سكتش مدروس وسريع في نفس الوقت، اتنين ميكس. طبعا طبعا اتمنى منكم ان انتوا تعملوا لايك وتدوني كومنت حلو، تدعموني كده وتديني طاقة
عشان اقدر اكمل. وكمان اتبسط ان انتوا قدرتوا المجهود اللي انا عملته في الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، ويا رب تشاركوني كمان سكتشاتكم على انستجرام، كتير هبقى مبسوطة. شكرا قوي، يا رب تكونوا استفدتوا يا فنانين. اشوفكم على خير، يومكم كله فن وسعادة. باي باي.